السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غندير معكم البهله المغربيه كتجي رائعه ولون متوحد وطيبه على حقها وطريقه والسر ديال الفران. نحتاج واحد الكيلو ديال الفرينه، 125 غرام ديال الزبده، قبيصه الملحه، معلقه القرفه، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت. كنحتاج واحد الخنيشه ديال الفلون ديال كبيره ديال الفلون ديال الكراميل صافي، وكنديرها في العجانه ديالي وكنخليها تخدم. يعني مره كنهش شويه وكنكورو بين يديا. الا تكورات ليا صافي كنحبس الزيت، ما نبقاش نزيد. صافي كندير واحد الخماره ديال 16 غرام. صافي وكنخليها تخدم ليا مزيان تقريبا شي 10 دقائق. كندير كاس ديال الزنجله اللي مصهداه وكاس ديال اللوز اللي مصهد ومهرمش شويه. صافي صافي تنجمعها. صافي كنقاد الصينيه وكنبدا نكورها، يعني تكويره عاديه، يعني درت داكشي عيني ميزاني. صافي وهاد الوقيته راني كنكون مشعله الفران على 200. صافي وكنديرها في الوسط ديال الفران، يعني الفران سخون، هي كنديرها في الوسط، نديرها في الوسط ديال الفران وكنخلي لها على 100. المده ديال الطياب ديالها راه دات ليا ساعه وربع باش طيب لكم مزيان من الداخل، ما تبقاش ليكم خضره وتجيكم مقرمشه. تشوفوا فيديو جديد، مع السلامه.